أنت مستحيل تحقق أي هدف وأنت مشتت. يعني تخيل معايا يا صاحبي، أنت قاعد بتقرأ كتاب وسط رقصات، وسط ناس قاعدة بتلعب، وسط ناس بتعمل عادة سرية، وسط ناس بتعمل أفلام، بتتفرج على أفلام إباحية، وسط ناس بتضيع وقت، وسط ناس بتسهر، وسط ناس بتشرب. وده مش خيال يا صاحبي، مش محتاج تتخيل. ده العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي 2025، القرن ال21، قرن التشتت. أصعب حاجة إنك تركز، وأنا بفضل الله جاي أجيب لك الحل. الحل اللي نفع معايا ونفع مع ناس كتير جدا، بإذن الله أجيبه لك دلوقتي. بص يا صاحبي، أول حاجة وأهم حاجة النية. بص يا صاحبي، هقول لك على حاجة، مهما حاولت تعمل حاجة وأنت ما عندكش خوف، مش هتقدر. لازم يبقى جواك خوف إنك ما تحققهاش، لأن خوفك ده اللي هيدفعك إنك تحققها. بمعنى، اوعى تعتمد على الشغف، الشغف أسبوع، الشغف شهرين، الشغف 3 شهور وهيطير. لكن خوفك مش هيطير، خوفك مش هيطير غير لما تحقق الحاجة اللي أنت خايف منها، ساعتها خوفك هيطير. وعشان كده هتفضل تجري لحد ما تحقق اللي أنت عايزه. فلازم أول خطوة تمسح برامج السوشيال ميديا كلها، كلها. سيب الواتساب واليوتيوب، وهقول لك ليه. الواتساب عشان تكلم حبايبك وصحابك والناس دي بس. استنى هنرجع للحتة دي كويس عشان هقول لك على حاجة. واليوتيوب، اليوتيوب ده يا صاحبي مدرسة العصر الحالي. اليوتيوب مدرسة العصر الحالي. أي حاجة وكل حاجة عايز تتعلمها خش على اليوتيوب، وبالدليل إنك قاعد بتتفرج عليها دلوقتي. طب ليه مثلا ما رحتش مدرسة تتعلم إزاي تركز وإزاي تنعزل عن العالم؟ ببساطة لأن الكلام ده مش بيتقال في المدرسة. وعشان كده أنا بقوله لك دلوقتي. الحتة اللي قلت لك هرجع عشانها، الواتساب، صحابك. بص يا صاحبي، أنا عارف إن صحابك ناس جدعة وأنت بتحب تتجدع معاهم وبتحب تقعد معاهم، بس صحابك للأسف هم أكتر حاجة بعد نفسك هيمنعوك عن تحقيق هدفك. في حاجة برضه هارجع لك ليها عن حكاية نفسك دي، فاستنى عشان تسمعها، مهمة جدًا. صحابك دول يا صاحبي أقسم بالله هيشدوك لورا. أنا حاولت أبطّل كتير أوي سجاير، أيوه أنا شربت سجاير. بُص، أنا أصلًا من النوع اللي هو عندي أزمة صدرية، حساسية كمان، فما باعرفش أبقى أشرب سجاير أصلًا. كنت باخد نَفَس كده وأكح وأموت أصلًا. بس واحدة، واحدة صحابي كلّهم بيشربوا سجاير ومخدرات والكلام ده، فأكيد شربت معاهم. حاولت أبطّل كتير فشخ، أبطّل مثلًا كنت باحاول أبطّل من غير ما أنعزل عن العالم. بمعنى، كنت أقعد في البيت مثلًا أسبوعين، 3 شهر، شهرين، أبطّل سجاير، وبعدها أنزل أقعد مع نفس الناس اللي كنت باقعد معاهم، فبالتالي هاشرب سجاير تاني. مش محتاجة تشغيل دماغ يا صاحبي أقسم بالله. طبيعي. أنت مثلًا يا صاحبي قاعد دلوقتي، مثلًا شخص مش عايز تزني مثلًا، تقوم رايح شقة دعارة. طبيعي يا اسطى، طبيعي واحدة هتيجي تقوم لا مؤاخذة، يعني أنت فاهم. الواتساب، صحابك يا صاحبي لو حد كلمك منهم تعالَ ننزل، تعالَ نسهر، تعالَ نعمل، قُل له لأ، ما تتكسفش. قُل له لأ مش فاضي، ورايا شغل، ورايا كتاب باقراه، ورايا. مش مهم تقول أصلًا قُص أمه، مش مهم يعني تقول له أنا باعمل إيه، مش مهم تثبت له. أنا يا اسطى ورايا شغل، أنا ورايا باذاكر، أنا باعمل مش مهم فاهم. قُل له تعبان، قُل له مش فاضي، قُل له مش عايز، ما تردش عليه فاهم. وفكك والنبي من شغل، هيقول عليَّ إيه قُص أمه، هيقول لي على ما يقول اللي يقوله. حياتك أهم والّا اللي هيقوله؟ بس يبقى تسكت. وصاحبك ده لو مش خايف على مصلحتك طز فيه. بمعنى، ابعد عن كل أصحاب الشمال، أصحاب السوء كلّهم. ولو أصحابك كلّهم سوء ابعد عنهم كلّهم. أنا كنت كده. أنا أقسم بالله دلوقتي ما عنديش أصحاب أصلًا. والله العظيم أنا باكلمك دلوقتي وأنا ما عنديش ولا صاحب، ولا صاحب واحد يتقال عليه صاحب. لازم تبعد عن المشتتات، لإن دي هتقتلك. المشتتات اللي هي صحاب السوء، النسوان، المخدرات، السوشيال ميديا. صدّقني يا صاحبي هتقول لي مثلًا أنا مش هاقدر أستغنى عن السوشيال ميديا. إزاي يعني؟ اجمد يالا في إيه؟ مش قادر تستغنى عن التيك توك اللي أنت بتتفرج عليه، مش قادر تستغنى عن الرقصات اللي بتتفرج عليها؟ لا والله، دول أهم والّا هدفك؟ دول أهم والّا حياتك؟ يبقى تسكت.
كل ما سكت وطبّقت تنجح. ما تقعدش بقى تفكّر والله أصل لو حصل ما تطبّق يالا وأنت ساكت. باكلمك بجد والله العظيم. أصل تخيل مثلًا أنت عمّال تخرج من فيديو تخش في فيديو، تخرج من فيديو تخش في فيديو، هتطبّق إمتى؟ أنت الفيديو تشوفه النهارده عن نفس الموضوع، موضوع منعزل، موضوع إنك تبطّل تسويف. هل طبّقت يا صاحبي؟ ما طبّقتش. شوف أول فيديو تشوفه بيتكلم عن الموضوع ده وطبّق. هتستفيد إيه لمّا كل شوية تشوف نفس الفكرة، نفس الفيديو، طبّق يا صاحبي أيًا كان الفيديو ده أنا والّا غيري، شوف الفيديو ده استفدت، طبّق بقى. انعزل عن كل المشتتات. النهارده العيد، أنا مسجّل لك النهارده العيد. صحابي بيكلموني يقول لي يالّا انزل، مش عايز أنزل، ورايا شغل يا صاحبي. أنا واحد صاحبي كلمني من شوية وأنا باسجّل فيديو قبل ده، كان عندي خيارين. أنا عندي النهارده هدف إني أسجّل 4 فيديوهات، كان عندي خيارين لمّا كلمني، أنسى ال4 فيديوهات وأجّلهم لبُكرة وأنزل أقعد وأسهر معاه لحد الفجر، والخيار التاني يا صاحبي إني أقعد أكمّل الشغل اللي ورايا، لإن ما حدش هييجي يعمله عني، ما حدش هيعمل الحاجة اللي أنا المفروض أعملها. أنت دلوقتي في الجيش، تخيل يبقى معاك تليفون ونسوان وخمرة وسجاير، بانجو ومخدرات والحاجات دي كلّها، هل أنت هتبقى مقاتل فعلًا؟ هتنجح في الحرب؟ أحب أحرق عليك الحرب إنك هتفشل وهتموت. لازم ترسم يومك، بمعنى أمسك ورقة وقلم تعمل كده أهو، هاصحى الساعة 5:00 هاعمل 1، 2، 3. في قانون أنا اخترعته أو ألّفته أو جملة أو مقولة أيًا كان، بتقول إيه بقى القانون ده أو بيقول إيه القانون ده؟ لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. بمعنى إنك ولا سامع الناس بتقول إيه، ولا شايف الناس بتقول إيه، ولا بتتكلم على اللي هُم بيقولوه، ولا بتتفاعل معاه. بمعنى أكتر أو بمثل أفهمها، هابسّطها لك يا صاحبي. أنا مثلًا كل أصحابي أصحاب سوق، كلّهم ما عنديش صاحب كده يعني. فمثلًا في الدروس أو حاجة، فبابقى ماشي معاهم طبيعي يعني بحكم مشوارنا واحد وطريقنا واحد، فطبيعي مش هاقول لهم يالّا الكلب يعني فاهم؟ هم عيال جدعة والله العظيم، باحاول أنصحهم وكده أفهّمهم، بس طالما هو مش بيساعد نَفْسه أنا مش هاعرف أعمل له حاجة، فبس. فالمهم، أبقى ماشي يا صاحبي، أنا عارف لو مشيت جنبهم هاتفاعل معاهم، فاقوم متقدّم عنهم خطوتين 3، أبقى ماشي قدّامهم، هم بقى عمّالين يتكلّموا عن المخدرات، على السجاير، على النسوان، على الزنا، عن القرف ده كلّه، وأنا ماشي ولا سامع ولا شايف ولا باتكلّم، حرفيًا يا صاحبي، حرفيًا أنا لو جبتهم لك دلوقتي هيقولوا حصل. فاللي هو إيه، اللي عايز حاجة هيعملها. شوف أنا وسط المستنقع أهو، بس أنا مش ضمنه، يعني أنا عايش في المستنقع ده، بس أنا مش من ضمن المستنقع. أنا ربنا خلقني هنا، بس خلاص هاعمل إيه؟ بس أنا بإيدي أخرج من هنا. أنا اتحطيت هنا مش بإرادتي، بس إن أنا أفضل هنا ده بإرادتي، فأنا هاتحرك مش هافضل قاعد. يعني حرفيًا كنت ماشي معاهم، بس مش ماشي معاهم، جسدي ماشي معاهم، لكن عقلي مش ماشي معاهم خالص. في حاجة كمان لازم تعتمدها في حياتك، قانون مش أنا اللي مخترعه، بس أنا استنتجته كده. ضحّي باللحظة الحلوة دلوقتي عشان تعيش حياة، مش لحظة، حياة حلوة، مش حلوة بس، حياة جامدة. بمعنى يا صاحبي، أنت دلوقتي قادر تقوم تعمل عادة سرية اللي حرفيًا متعتها لحظة، قادر تقوم تتفرج على أفلام متعتها لحظية يا صاحبي، متعتها لحظية، بنفس الوقت اللي أنت ضحيت بيه أو ضيعته ده تقدر تشتغل، تقدر تروح الgym، تقدر تقرأ، حاجات هي حرفيًا اللي هتبني مستقبلك، هي اللي هتخلّيك تعيش الحياة اللي بتحلم بيها، الحياة اللي فعلًا هتوصّلك للحرية المالية، مش تبقى عبد عند حد، مش تشتغل عشان الفلوس، بل الفلوس هي اللي تشتغل عشانك. وفي سلسلة هاعملها قريب تفهمك الحكاية دي بالضبط،
إزاي تخلّي الفلوس تشتغل عشانك، مش أنت اللي تشتغل عشان الفلوس. اعمل دلوقتي subscribe عشان تعرف الفيديوهات الجاية وتشوفها، وشوف الفيديوهات القديمة هتفيدك جدًا. بس، ده كان كل حاجة. أتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.